السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على رسول الله. متابعينا عاملين ايه رأيكم في الفول الجامد ده؟ تعالوا بقى اقول لكم انا عاملاه ازاي. بصوا حلوين، انا جبت نص كيلو من الفول، غسلته غسلة كده حلوة زي ما بوريكم كده، وقمت جايبة نقعاه بمية، مية سخنة. لا مش مية، يعني مية عادي سخنة، مية من الفلتر اللي انت عاوزاه. وتقومي جايبة ليمونة وعصراها على الفول. تمام، يبقى انا جبت الفول غسلته وعصرت عليه ليمونة، وهغطيه وعينته ليلة كاملة. يعني انا عملته زي الساعة 8 كده بالليل، عملته في نفس الميعاد الساعة 8 بالليل تاني يوم. ده المستحب عشان تاخدي حباية فول مستوية كده وكهرمان بالظبط. حلو الكلام كده. تمام، انا جبت بعد كده اهو زي ما انتوا شايفين، تغطيه، لازم تغطوه يا جماعه. خلاص كده انا خلصت اليوم بليله هو بتاعي. بصي بقى الحبايه بقت عامله ازاي، بصوا، نفشت وبقت روعه 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 بجد يعني. جبت معايا هنا جزره، بشراها طبعا، غسلاها وبشراها، وثلاث معالق من العدس الاصفر. يبقى ثلاث معالق من العدس الاصفر. وجبت معايا جزرايه وطماطمايه. وقمت جايه حطيت الفول بتاعي في الحله. انا متدمسه، مش بحب الفول فيها، بيتحرق مني على طول، مش عارفه، مش بيبقى لطيف، فانا بعمله في الحله صراحه. عندك دماسه اعملي، عندكيش، انا برضو اللي ما عندوش وريت له في الحله، بيبقى احلى، والفوله بتاخد راحتها كده في الحله. جبت الحله بتاعتي وقمت نازله بالفول، وبعد كده نزلت بالرق بين الجزر، وقمت حاطه الفول، وبعد كده هحط الطماطمتين بتوعي ايه على الوش بس. وتقومي جايبه ميه من الكاتل يا جماعه، مش ميه من الفلتر بقى، ميه سخنه من الكاتل، وهتنزلي بيها. وتقومي حطاها على البوتاجاز، على، بصوا عايزاكوا يعني الدرجة تبقى على الهادي عشان ما يتحرقش من تحت، لان الفول الحاجة اللي بيتلسع من تحت. هتحطي على البوتاجاز على نار هادية وتوربي الغطا بتاعك، علشان خاطر المية ما تطلعش وتبهدلك البوتاجاز. خدوا بالكم من النقط ايه دي. وكل ما تلاقوا الفول المية بتاعته قلت، تزودوها من الكاتل مية سخنة. اوعوا تحطوا مية ساقعة عشان هيجرمز معاكم، مش هيبقى حلو خالص. اوعوا يا حلوين، صلوا على النبي لو انتوا لحد هنا. اهو بصوا المية بتاعتي قلت، نزلت عليه بمية من الكاتل بتاعي سخنة اهو. تديله تقليبتين كده من فوق لتحت، علشان لو في حاجة تحت لازقة ولا حاجة تطلع. انا جبت هنا معايا طبق فيه كوبايه ميه، وهنزلت عليه بكيس من الصلصه، ومعلقتين بابريكا، ومعلقتين نشا. دي سر الفول الجميل اللي بتجيبيه من العربيات. يبقى معلقتين نشا، معلقتين بابريكاوت، والميه، وتقومي مدوباهم جامد 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 جامد، ميه عاديه عشان النشا يدوب معانا على طول بسهوله. وتقومي نازله عليهم كده فين بالفول بتاعك اهو، بصوا. وتقومي مقلبه كده تقليبه برضو حلوه حلوه، كل ده والنار هاديه. اخد مني في حدود 4 ساعات، 4 ساعات او 3 ساعات ونص. تمام كده، وبرضو مهديه. اديني خلصت الفول. انا بقى عملت ايه بعد الفول ما خلص خلاص خالص؟ قمت جايبه الهاند بلندر ومدياله ضربتين، لان انا بحب اديله ضربتين، عندي العيال مش بيحبوا ياكلوه كده صحيح، لا، اديله ضربتين بقى لو مفيش هاند بلندر في الخلاط عشان يبقى عندك جاهز. وقمت جايه وحاطه في علبه، وقمت عيناه في التلاجة. عايزه اقول لكم الفول كان روعه. جبته بقى كده وحطيت طحينه وحطيت زيت، والف هنا وشفا على صحتكم.